في مباراة المغرب واسبانيا صار شيء غريب. طلع واحد اسباني في قناة اسبانية تقريبا عمره في الخمسين قريب الستين، قاعد يتكلم ان هذه مباراة للتاريخ. اللي عنده في الاستديو قالوا له نعم هذه مباراة للتاريخ، قال لا 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 لا، هذه مباراة للتاريخ. يقصد ان المسلمين المغاربة اللي هزمونا وفتحوا الاندلس ما راح يهزمونا مرة ثانية. عموما اللي صار ان منتخب المغرب فاز على منتخب اسبانيا، وبعد ما فاز على منتخب اسبانيا توجه لمنتخب البرتغال وفاز على منتخب البرتغال. الغريب في الموضوع ان المسلمين المغاربه يوم فتحوا الاندلس توجهوا بعد فتح الاندلس الى البرتغال وفتحوا البرتغال. الاغرب في الموضوع ان القائد اللي فتح البرتغال كان اسمه عبد العزيز النصيري، واللاعب اللي سجل الجول